اليوم سنتحدث عن الشيخ إمام، ذلك الفنان الذي هو صاحب الصوت الذي لن يموت، رمز النضال والحرية، وصوت المقاومة والحقيقة في زمن الظلم والقهر. ولد الشيخ إمام يوم 2 يوليو. ولد أعمى، لكنه رأى من الواقع أكثر من ملايين المبصرين. كان الشيخ إمام أكثر من مجرد فنان أو مطرب، كان صوت الأمل لكل المهمشين، صوت الفقراء والمقهورين، صوت القضية الفلسطينية العادلة وقضايا الشعوب المستضعفة. كلماته كانت سلاحا يخرس أصوات الظلم، وألحانه كانت نبضا يحرك القلوب نحو الحرية والكرامة. في هذا اليوم نذكره ليس فقط كفنان عظيم أو كأسطورة، بل كرمز للأصالة والثبات على المبدأ، كصوت لن ينطفئ مهما حاول الزمن أو الطغاة وإسكات الحقيقة. نستحضر ذكرى ميلاده ليس لأنه فنان رائع، برغم من كون ذكرى ميلاده قد مرت، بل نستحضرها من أجل النوستالجيا ومن أجل المقاومة، ومقاومة للنسيان وللتدجين للصمت الطويل. إنه تذكير بأن للغضب لحنا، وأن للفقراء صوتا، وإنه إن خفت يوما صوت الفقراء فإنه لن يغيب